مرحبا بكم في المطبخ تاعي. يعني نوجدوا دول اربع سلطات اللي وعدتكم بهم، وجبه كامله تجمي الدها معك الخدمه. يلا بسم الله. غادي نديرو السلطه تاعنا كيما وعدتكم. نبداو باول سلطه اللي هي بهاد الفينيغرات اللي كنا دايرينها بالمربى وبخل البلسميك. نخليكم الرابط تاع الفيديو اللي فيه هاد الاربع وصفات تاع الصلصه. روحوا شوفوه وتكونوا محضرينها. انا ندير فيهم فواكه الغابه، معناتها نكون محتاجه فيهم لي ميختي اللي هما لي بلو بيري. عندي هنايا التوت الاسود كما راكم تشوفوا، سواء طازه سواء مجمد. عندي هنايا فراوله طازجه. عندي هنايا شويه بصل. عندي هنايا جبنة غريقية أو جبنة الماعز. عندي هنايا شوية نعناع. عندي هنايا سلطة، كتروا من السلطة. وعشان على خاطرش هاد الفاكهة دايما تكون فيها شوية حموضية، نجمو نزيدو يا زبيب، ديري شوية زبيب في القاع، سوا هادو لي كرامبيري. ليك الاختيار. الدول اللي ما فيهمش هاد الكرامبيري ما يلقاوهمش، نورمالمون راهم كاينين في السوبر مارشي، بصح اللي ما يلقاوهمش يعوضوهم بشوية زبيب. معليش. نبداو. اول حاجه نحطوا الصلصه تاعتنا في القاع. نحط شويه كرامبيري باش يديني حلاوه لهاد السلطه. هاد السلطه تكون مسكره كامله. غادي نحط فراوله. نحط ميختي وهو البلوبيري. نحط توت. نحط شويه بصل. نحط الجبنه تاعي مفته قطع صغيره. ننصحكم تديروهم وتجربوهم. وجبه كامله سواء تاخديها معاك للشغل مع شويه نشويات، نقول لكم كي غادي تدوك شويه نشويات، سواء تكون وجبه للعشاء. هذه السلطه يعني طبق كامل. غادي نحطوا فيها سلطه خضراء، كتروا السلطه الخضراء ونضغطوا على الاناء تاعنا. ونحطوا فيها شويه اوراق تاع النعناع. انا ما نبغيش نقطعهم صغير على خاطرش الفيتامينات اللي فيهم يروحوا بالتقطيع تاع السكين تاع الخدمي، فانا نبغي نخلي الاوراق هكا كامله ونخلطهم مع السلطه. كيما راكم تشوفوا السلطه تاعنا الاولى راهي واجده، والفينيغرات راهي تحت. كي راهي تحت مش غادي تخسر الفواكه لحد ما تجي تاكليها للغد ان شاء الله. وقبل ما ننسى نجي نحط عليها شويه مكسرات. انا اختاريت القرقاع اللي هو لنوع عين الجمل، مصر يقولوا عين الجمل. نحطهم من الفوق عشان بغيتهم يقعدوا معايا يقرمشوا يعني كروستيون. ما نديرهمش مع في الترتيب مهم، ما نديرهمش على الفينيغرات باش ما يطراوليش، يقعدوا على الوجه، يقعدوا لي مقرمشين حتى الغدوه. فوالا. سلطة الزوجة غادي نكونوا محتاجين فيها مكونات قليلة وصحية، على خاطرش الفينيغرات تاعنا كما شفتوا يعني غنية. فلازم يكون في توازن ما بين الفينيغرات وما بين لي زانغريديون المكونات التانية. فغادي نكونوا محتاجين زيتون مخلط عندكم، طماطم سواء كبيرة تقطعوها مربعات صغيرة سواء هذه الشيري، جبنة الإغريقية الفيتا أو اللي ما يبغيهاش مالحة جبنة الماعز، خيار. وهنا فاكهة تكون صفراء سواء لا مانغ مانجا سواء الأناناس، اللي عندكم. أنا أخذت لا مانغ وكما راكم شايفين كانت عندي مجمدة، يعني ماشي شرط تكون طازجة باش ديروا بها السلطة تاعكم. يلا نبداو بسم الله. نبداو بالفينيغرات. دائما الفينيغرات هي من تحت باش ما تخسرناش المكونات تاعنا. طبعا نديروا شويه، يعني هذه البقاله الصغيره لكم تشوفوا فيها درت النص تاعها. نزيد عليها زيتون. نزيد عليها طماطيش تاعي لي بتي طوماط من نقلع لهم
هذاك الخضار اللي فيها. فوالا تنجمو تكتروا الطماطم تكون مليحه. فوالا نديروا عليها غادي نزيد شويه طماطم، هاي عندي حدايا خاطرش تشبع، ما فيها سعرات حراريه بزاف. غادي نزيد طالما انا عندي نزيد، ونديروا عليها الجبنه هذيك اللي عندنا. هذه سلطه كامله، وجبه كامله، ماشي تاكلوا هذه وتزيدوا معاها ساندويتش وتزيدوا هذاك. يعني سلطه غذاء كامل باش تفقدوا الوزن وفي نفس الوقت ما تحسوش بالجوع وتدوا لجسمك حاجات مختلفه وفيها فيتامينات. نكملوا بالخيار، الخيار كتري منه، الخيار مليح بزاف، فيه الماء وفيه فوائد للكلى. ونكملوا pour avoir une petite touche sucrée en même temps gourmande بال لي مورسو دو مانغ، المانغا. وفوالا السلطه تاعنا زوجه راهي واجده. نروحوا للسلطه الثالثه ما قبل الاخيره، وغادي ندير فيها الفينيغريت هذيك اللي كان فيها شويه عسل، وكان فيها الفلفل الحار اللي انا قلت شطه، بصح اللي عندها البيمون ديسبيلاتي حط البيمون ديسبيلاتي سي سي تري بون. غادي نكونوا محتاجين فيها طماطم، لوبيا خضراء، بطاطس انا غليتها بالقشر تاعها لاخاطش عضويه يعني اورغانيك بيو، بصح انتي لا ماشي بيو قلعي لها القشر تاعها لاخاطش كاع المبيدات وهذيك السموم يعني تركز في القشره تاع الخضار والفاكهه. غادي نكونوا محتاجين بيض مغلي، انا ديتو تاني عضوي على خاطرش البيض العضوي ماشي كيما الفاكهه السموم تكون في القشره، السموم تكون في الصفار. فحاولي يعني بقد ما تقدري تاخدي بيض بيو ولا بلانير، يعني اللي تربى في الطبيعه ماشي شرط يكون بيو. دونك بيض على العرب وشويه حمص. فوالا يلا نبداو بسم الله. يلا نبداو. نحط الفينيغريت تاعي، نحط طماطم، نحط اللوبيا الخضراء، كثرت من اللوبيا الخضراء. لو كنتي لا عندك بقاله شويه كبيره احسن ديرهم هكاك في الخدمه، تاكلي في البقاله يبقى لك شويه فراغ فوق، تخلطي كاع بالفرشيطه وتاكلي. ولا عندك بقالات صغيره ديري كيما هكاك ومن بعد يعني عاودي قلبيهم في طبسي معليش. بصح هي الاحسن يكون في يعني في بقاله وتاكليهم في البقاله، ما تزيديش تدي معاكم معين ولا حاجه. حطيت البطاطا، نحط البيض المغلي، فوالا، ونحط في الاخر الحمص، فيه بروتينات شو راكي تاكلي في اللحم ولا في الدجاج. السلطه تاعنا راهي واجده. يلا اخر سلطه لينا نبغيها بزاف تاني، غادي نديروها بالصلصه اللي درنا فيها الافوكا والعصير البرتقال، الافوكا وجو دورانج. غادي نكونوا محتاجين فيها هذاك لو شو روج الاحمر، بيان سور ما لقيتش الاحمر داير الابيض بس احسن يكون الاحمر. نديروا فيها البروكولي، نديروا فيها شويه
اناناس حتى لو مجمده تكون مليحه مع الافوكا وتدي طعم الحلاوه، على خاطرش الفينيغريت تاعنا فيها مسكر. وبغيتي تزيدي معاها قطعه برتقال او كليمونطين، على خاطرش الصلصه تاعنا فيها عصير البرتقال. ديري فيها هاد اللوبيا اللي حمراء او كحله، كاين اللي يقول بها كحله بس هي الحمراء، لا غيكو روج. نديرو شويه بصل، ونديرو في الاخر شويه جلبان. يلا بسم الله نبداو. بسم الله نحطو الفينيغرات هذه على الافوكا. نحطو الاولى لو روج، غادي يدخل فيه بيان هذيك لاصوص خاطرش هو الاول. نحطو بروكولي، راني زدت هنايا برتقال مع لامونغ، يعني برتقال مع مانجا. نزيد عليهم اللوبيا الحمراء. سلطات مخلطه ومتنوعه، ما راكمش متعودين تاكلوهم، بصح حاجه روعه تديها مع الشون، تحسي بمتعه وانتي بتاكلي، احسن من هذوك لي بيبليسيتي اللي يقول لك نجيب لك الماكله للدار واجده يعني حاجه شوفيها درتيها لنفسك ومختلطه ومتنوعه وغنيه، توجديهم اللي راكي خدامه يقعدوا معك 3 ايام في الثلاجه. ممكن توجدي اليوم وتزيدي 3 ايام، صافي تجوي 3 ايام خدمه 4 ايام بالكثير. توجدي يبقى كل يوم راكي دايره معك وحده الفطور. نزيدوا معاها عليها البصل يكون مليح مع اللوبيا. نزيدوا في الاخر جلبان، كي كليتي في اليوم تاكلي لي فيتامين تاع سيمانه. فوالا هذه في النهار ديها معك الخدمه. انا راني قريب ندير لكم ان شاء الله فيديو على خبز كيما راكم تشوفوا كي من هاك، خالي من الجلوتين، خالي من الجلوتين. فوالا فيه الكينوا، فيه شحال من حاجات، نديري فيه تاني حبه البركه. وتنجمي معاك تدير الخدمه مثلا 3 أو 4 تاكليهم حد السلطه. فوالا يشبعوك. غادي نوريه لكم ان شاء الله في وصفه جايه، بصح كيما وعدتكم هملا السلطه.